وقاعد بشرب كوبايه الشاي افتكرت فقره كده كانت بتيجي على سبيستون زمان وانا صغير اسمها فقره الرابط العجيب، ودي كانت فقره قريبه لقلبي. بسببها نشأت نشأة متخلفه عقليا وبقيت بقارن حاجات ملهاش علاقه ببعض. قلت على عشري طب ما ترجع للامجاد واضرب مقارنه جديده وغريبه. ما لقيتش اغرب من مقارنه السودان والنرويج ومحاوله ايجاد الرابط العجيب ما بينهم. وكعاده حلقات المقارنات هنتكلم على كذا نقطه، والدوله اللي هتكسب اكبر عدد من النقط هتفوز بالحلقه في الاخر. ومعاكم محمود عشري من 5 في عينك، ويلا بينا نبدا. اول نقطه معانا هي الطقس والاحوال الجويه. بص، هو الموضوع غريب في النرويج، يعني في فصل الشتاء مفيش شمس اصلا، مفيش نهار اصلا، مفيش حياه اصلا. الليل هناك بيوصل ل 22 ساعة في اليوم، وفي الشمال النهار ما بيظهرش بالاسابيع، انما في الصيف الموضوع بالعكس، مفيش ليل تقريبا، يعني النهار بيوصل ل 22 ساعة برضه. فانت دماغك يجي لها تخلف عقلي وقاعد مش فاهم مين بيودي لفين. بتنام في النهار وتصحى في النهار، او تنام بالليل وتصحى تلاقي نفسك بالليل برضه. الانسان مننا بيحتاج جرعة فيتامين دي يوميا، والفيتامين ده احنا بناخده من اشعة الشمس طبيعي. الناس هناك بقى بتبرشم عشان ياخدوا فيتامين دي. اما بالنسبه للناس اللي بتحب التلج لكن عمرها ما جربته، فانا جربته، وربنا ما يوريك رزاله الجو وهو بينزل تلج وبيخبط في وشك ويدخل في بقك. المشي على الارض المتلجه في حد ذاته عذاب قهري. يعني انت مبدئيا كده لازم تشتري جزم وكوتشيهات مخصوص عشان تعرف تمشي على التلج، وبرضه هتتزحلق وانت ماشي عليه وتقع زي الضغف. ولازم تشتري كاوتشات للعربيه مخصوص عشان تعرف تسوق على التلج، وبرضه العربيه هتتشقلب منك وترقص بريك دانس وشكلك هيبقى ضغف. ويا سلام لو في عاصفة تلجية ولا حتى شوية هواء معديين يمسوا عليك. I'm going back to Africa. Africa? No, you guys lied to us. Hey, it's too cold. No, this is not bro, this is not good life. Hey, how you gonna get there? People died in Texas. Didn't you hear that? Hey. You want me to die here? No. People in Africa are surviving. They have a good Hey. life. Look at the life. I cannot do this. We've been here for years. I'm going back. I'm going to take a bus. I'm telling you. This car cannot move. Every time I move, it slides, we go. I came to America to get money. That's it. Not to suffer, die with the cold. بالنسبة للطقس والأحوال الجوية في السودان، أي نعم الجو حار جاف صيفا، حار جاف شتاء، حار في كل مكان في البلد ودماغك هتتقلي تحت الشمس، لكن على الأقل الشمس بتظرفك فيتامين دي يوميا محبة كده، مش محتاج تسكور برشام فيتامين دي وتدفع ثمنه بالبيتكوين. أي نعم في السودان لو مرت نسمة هواء بسيطة الجو كله بيقلب عفارة وتبلع تراب ورمل. أي نعم لو مطرت بزيادة شوية في اثيوبيا تلاقي السودان اتفشخت بفيضان. اهو على الاقل يا سيدي بتستحمى ببلاش من غير ما تدفع مليم للحكومه، على الاقل بتعرف تمشي على الحصى اللي على الارض بدل التلج والزحلقه وقله القيمه. النقطه الاولى هتروح للسودان، يعني على الاقل انت عارف وشك من قفاك هناك. طارت الطياره، طارت شعلت الاشاره. النقطه اللي بعدها هي الاكل. في النرويج زي معظم بلاد اوروبا خصوصا في الشمال الاكل بالنسبه لهم وسيله عشان تعيش، يعني مش زينا غايه للمتعه. مفيش هناك حته الاستمتاع بوجبه دسمه وتتقلب زي الميكروباص على ظهرك وتنام لبكره الصبح. مجرد وجبات صحيه بتاكلها عشان تفضل عايش، ولو الاكل ده ملوش علاقه بحياه البني ادم ما كانوش كلوا اصلا. من اشهر اكلاتهم الفيسكي سوبي، دي شوربه سمك معمول من انواع اسماك كتير متزقلطه كده في طبق واحد. عندهم اكله تانية اسمها بيكلد هيرنج، وده سمك رنجه متخلل ومتزنخ وبيتقدم مع بصل. لا وفي ناس بتتريق على المصريين اللي بياكلوا فسيخ، والجرابيع اللي بيتريقوا دول ما يقدروش يفتحوا بقهم على الاكله النرويجي دي، مع انها نفس المبدا والريحه، بس عشان هم اسمهم نروجه واحنا اسمنا مصروه. في اكله مشهوره برضو اسمها سوركال، دي عباره عن ملفوف او محشي مخلل. الناس دي طايقه ريحتهم ازاي؟ اكلهم كله سمك مملح ومعفن ومزنخ يا اما مخلل، لكن عشان هم شعب غني هتلاقي برضو اكلات معموله من السلمون. سلمون حقيقي مش المضروب اللي بتروح تشتريه من اولاد رجب البطرمان ب 40 جنيه. انما اكل السودان بقى عندك مثلا الاقاشي، ده لحم متبل بيتشوي ومتعاص بهارات سودانيه وبيخش عليك مع عيش وطحينه، وانا اي حاجه مشويه بالطحينه انا اشتريت خلاص يا باشا، مش محتاج تقنعني. عندك الكسره، عندك العصيده، عندك القراصه. بص ايا كان عامه في ايه تاني في السودان، كده كده السودان كسبانه معانا النقطه دي. ليه؟ صدق او لا تصدق عزيزي الجربوع اللي بيقول للمصريين يا فسيخ ومفكر نفسه دمه خفيف. انا اصلا ما بحبش اي حاجه ليها علاقه
السمك خصوصا الفسيخ والرنجة، فمفيش مجال للنرويج تكسب النقطة دي معايا. النقطة اللي بعدها هي الحياة الاجتماعية. في السودان انت ممكن صاحبك يجي يخبط عليك الباب الساعة 3 الفجر وانت نايم، تفتح له تقول له حصل ايه؟ ما هو جاي لك في وقت متأخر ومفكر ان في مصيبة، يقول لك ما حصلش يا زول، انا بس لاحظت ان التلاجة عندك لا مؤاخذة كان فيها ربع بطيخة وتمن جبنة بيضة من اخر مرة جيت لك البيت، ويخش يعمل له سندوتش جبنة ويضرب ربع البطيخة، يخلص ويخش على البلكونة يشرب سيجارة، يقعد شوية على سريرك يريح، وكل ده من غير ولا كلمة، ويقول لك بعدها بساعتين يلا انا تقلت عليك هطير انا، وانت تقول له يا زول ما تخليك مبيت الليلة دي وخلاص، مع انك عندك شغل الصبح بدري ومطبق بقالك 3 ايام، وصاحبك ده قمة في الازعاج وقلة الذوق، بس احنا العرب يعني ولاد اصول ومضيافين للرجالة. انما في النرويج بقى انت لو عندك صاحب تعرفه من 20 سنة، متربيين واكلين شاربين متعلمين شغالين مسبرسين مع بعض، لازم تديله ميعاد قبل ما تزوره في البيت، ولو رحت له من غير ميعاد ومفيش مناسبة يطلب لك الحكومة عادي، ده في حالة لو صاحبك قوي يعني، انما لو معرفة سطحية هياخدك يتويك في اقرب بير على قلة ذوقك دي. انت هناك ما تعرفش اسم جارك اللي ساكن في الشقة اللي جنبك، ولو تعرفه ده هيكون لسبب واحد من 2، يا اما هو مغني ولا ممثل مشهور، يا اما هو سوابق وحبسجي وطلع في برنامج خلف الاسوار ومطلوب القبض عليه، عشان مفيش حد بيتعامل مع جيرانه اطلاقا. انا ذات نفسي والله ما اعرف اسم الراجل اللي في الشقة اللي لازقة جنبي. ولازم تعرف حاجة مهمة، لو جارك ده سلم عليك يومين ورا بعض كده عادي، اعرف انه بيدبر خطة عشان يقلب اللي حيلتك في البيت. النقطة دي هتروح للسودان طبعا، عشان البشر كائنات اجتماعية لازم نتواصل مع بعض، فكك من كل واحد في حاله، والجو ده انت يا هتموت مكتئب يا هتموت مخصي. النقطة اللي بعدها هي التعليم. بص يا رجالة النقطة دي ما فيهاش حزق ولا تحوير الصراحة، حاولت اجيبها يمين شمال عشان السودان تكسبها مش نافعة، اصل اقل طالب نرويجي بيكون معاه لابتوب ثمنه مرتب سنوي لوزير الداخلية السوداني. يا عم ده الفصل في اقل مدرسة في النرويج اخرها 20 طالب، ده لما تتزحم، انما اروق فصل في السودان بيكون فيه 40 راس. المدرس في النرويج بيستخدم اليات وتقنيات لشرح المادة، بروجيكتور وماركر وخوارزميات واي اي وتكنولوجيا وحوارات كبيرة كده. في السودان هتلاقي لسه في مدارس ومدرسين بيستخدموا الطباشير الجير الابيض ده، والولا يا عيني يجي يمسح السبورة يلاقي نفسه اتملى طباشير ابيض على جسمه كله، ولا اجدعها صنايعي مبيض محارة. نظام التعليم النرويجي عامة ما بيخرجش عن افضل 10 انظمة عالميا كل سنة، انما السودان ما بتدخلش القائمة اصلا. كل اللي بيجرالي انت المسؤول لوحدك. دايما كنت بتحل لي مشاكلي، دلوقتي مش قادر تحل اهم مشكلة في حياتي. مش بامكاني ادي لك كل حاجة، خصوصا الاحاسيس والمشاعر، دول مش شغلتي ولا هيبقوا في يوم من الايام مسؤوليتي. تفتكر انا بحب احلام؟ انت بس اللي تقدر تعرف ده شيء جواك، وانا ما اقدرش ادخل جواك. البني ادم اللي زيك علمني علشان اساعده في تخزين معلومات عقله ما يسعهاش، لكن ما ادانيش القدرة اني اخزن له احاسيسه وارجعها له عند اللزوم. النقطة دي مش محتاجة حنيكة وهتروح للنرويج. نخش على النقطة اللي بعدها وهي استغلال الموارد الطبيعية. لو ما تعرفش فدولة السويد والسويدة بيكرهوا النرويج والنروجة، بيحقدوا عليهم حقد كريه ووسخ قوي، وده بسبب ان النرويج انفصلت عن السويد سنة 1905، وفي سنة 1969 النرويج وقعت على حقول غاز طبيعي ونفط وبترول وحاجة كده اخر دلع، ولو ما كانتش انفصلت عن السويد كان زمان كل ده من حق السويدة. ايه اللي حصل من ساعتها بقى؟ النرويج بقت قمة في اي حاجة وكل حاجة، حقول النفط والغاز نطرت النروجة في حتة بعيدة تماما. تعال احكي لك موقف مضحك كده على النروجة. النرويج عامة مش في الاتحاد الاوروبي، لكن بتقع تحت منطقة الشنجن. بعد الحرب اللي بدأت ما بين روسيا واوكرانيا، اوروبا كلها اتحدت مع بعض وقالوا احنا هنقاطع روسيا، فضربوا روسيا واللي منها بالشلوت ووقفوا تعامل معاهم سواء استيراد او تصدير او حتى انشطة ترفيهية. روسيا قالوا لك امين يا رجالة زي ما تحبوا، بس مفيش غاز او بترول مني تاني، كل واحد فيكم يروح يشوف له كلبة تدفيه. طبعا اوروبا من غير غاز تروح في 60 داهية، عشان في الشتاء من غير الغاز الشعوب هتتجمد، ولو ما عرفوش يشغلوا الدفايات بالغاز هيرجعوا للعصر الحجري ويقضوها توليع خشب جوه بيوتهم. اوروبا قالوا لك ولا يشغلنا يا روسيا يا صرم، احنا عندنا البديل، اختنا النرويج عندها غاز ياما وهتظبطنا. جت النرويج قالت لك وقف عندك يا ولد الفرطوس منك له، احنا شنجن واوروبيين وحبايب بس الشغل شغل، صاحبي وصاحبك هناك على القهوة، لو عايزين غاز
عاوز اب بالمعلوم وشخل البلبلك وادفع. طب هندفع لك زي ما كنا بندفع لروسيا اللي كانت بتبيع الغاز بسعر التراب. قالوا لك لا يا حكاكه، دي روسيا هناك، انما هنا النرويج غازنا بيطلع بريحه الفراوله، فانت هتدفع الطاق 3. ولا شغلهم اخواتهم الاوكرانيين اللي بيموتوا وقطعوا روسيا بسببهم، ولا شغلهم اخواتهم الاوروبيين اللي الاسعار زادت على شعوبهم اضعاف مضاعفه، ومن ساعه ما اكتشفوا الحقول دي وهم في الطالع منه اغنى شعوب في العالم، ودايما في المراتب الاولى في اي تصنيف من اي نوع، لان عندهم اداره محترمه عرفت توظف مواردها. بالنسبه للسودان بقى، سماعة الشواين جالكسي 5 جنيه اشتغلت تمام، ما اشتغلت ادعى ولا تجيني ولا عندي لك حاجه. تم اكتشاف النفط في السودان لأول مرة سنة 1979، وراح منه أكتر من 75% لجنوب السودان بعد استقلالهم في 2011. وإيه النتيجة؟ لا دول عرفوا يستغلوها ولا دول عرفوا يدروها، والبلدين في الطراوة يا كوتش. النقطة دي هتروح للنرويج طبعا. المقارنة دي لو ليها هدف فهيكون سؤال: إيه اللي يفرق النرويج عن السودان؟ موارد طبيعية، موارد بشرية، موجود في الاتنين. مناخ السودان أفضل للتربة والزراعة خصوصا بالنيل الازرق والنيل الابيض، ده غير الشمس اللي موجوده طول السنه وطمي النيل. سواحل ومواني للتجاره موجوده في الاتنين، حضاره وتاريخ موجود في الاتنين وخصوصا السودان. طب ايه اللي وصل السودان للحال ده؟ وايه اللي وصل النرويج للحال ده؟ قول لي في التعليقات ردك للسؤال. وبالنسبه بقى لانهي دوله تكسب الحلقه، واضح جدا ان السودان كسبانه 3 نقط على النرويج اللي واخده 2 نقطتين، وده عشان جبت 5 نقط مخصوص جدعنه مني لاخواتنا في السودان. ولو سالتني يا ابو عشري انت تفضل تعيش فين، النرويج ولا السودان؟ اجابتي هتكون جزر القمر. اغمض عينيك، تخيل انك اسد ستصبح اسد. لا ما ستصبح اسد، ستصبح زول مغمض عيونه بس، يعني ما حاجه ثانيه.